السلام عليكم. وقلنا يا ترى ايه العلاقة بين كلمة form بمعنى يشكل او الشكل وكلمة information معناها معلومات. تعالى يا صاحبي وتعالي معانا اختي العزيزة نفهم ايه العلاقة. ركز معايا ببساطة. كلمة form نطقها form. طب معناها ونوعها لا اما اسم لا اما فعل. لا اما اسم بمعنى شكل او فعل بمعنى يشكل. طب تمام. طب فورم لها معنى تاني؟ لها معنى استمارة. طب ايه العلاقة بين استمارة وشكل؟ ايوه، ما الاستمارة لها شكل ثابت. يعني مثلا استمارة الميلاد او شهادة الميلاد ليها مكان للاب، مكان للام، مكان لكذا، مكان للرقم، ثابتة. خلاص، يبقى فورم معناها استمارة لها شكل ثابت. يبقى كده عرفنا العلاقة بين كلمة شكل فورم واستمارة فورم. نكمل. طب هاخد كلمة فورم واجيب منها صفة، هضيف لها ايه؟ AL بقت فورمال، رسمي. طب ايه العلاقة بين رسمي وبين شكل وبين استمارة؟ ايوه، ما اي حاجة رسمية ليها شكل ثابت وليها استمارة ثابتة. يقول لك هات لي استمارة 6، استمارة 9، استمارة 10، استمارة وثيقة زواج، استمارة شهادة ميلاد، كل ده ثابت. يبقى انا كلمة فورمال معناها رسمي لان له شكل ثابت، ليه قواعد ثابتة. طب نفي كلمة فورمال informal. formal يبقى كده غير رسمي. نرجع تاني لمرجوعنا. طب يا ترى كلمة فورم نرجع تاني لمعناها بقى الخاص بالفعل. فورم معناها يشكل، شكل او يشكل. وطبعا فورم يشكل هجيب منها عملية تشكيل الحديد او تشكيل المعادن. formation في الحالة دي فورم كفعل بمعنى يشكل هجيب منها اسم بمعنى تشكيل formation. طب كلمة form يشكل واجيب منها formation هضيف قبل كلمة form in form بقت معناها يخبر. طب وبعدين ايه اللي جاب علاقة يخبر inform بكلمة form يشكل؟ ايوه يا عم، ما inform معناها يخبر، يعني المعلومات information اللي هتجيلك بعد كده هي اللي هتشكل طريقة تفكيرك. ايوه بقى، يعني لو انا مثلا قلت لك if I informed you، لو انا قلت لك ان فلان الفلاني ده تاجر مخدرات، على طول اول ما تقابله في الشارع هتبص له كده وتمشي من جنبه. جيت قلت لك I informed you، I gave you information، معلومات information هتشكل تفكيرك الداخلي ان فلان الفلان ده سارق او كاذب او شخص كويس جدا. فده هيشكل استقبالك وطريقة تعاملك ورد فعلك your reactions towards that person تجاه ذلك الشخص. كده فهمنا العلاقة بين كلمة form يشكل وكلمة information معلومات التي information تشكل الفكر الداخلي للإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله.